شهدت مباراة الإياب بين برشلونة وإنتر ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2025 واحدة من أكثر المواجهات إثارة هذا الموسم. انتهت بنتيجة 4-3 لصالح إنتر ميلان بعد التمديد، ليضمن بطاقة التأهل للنهائي بمجموع 7-6 في مجموع المباراتين. بدأ إنتر اللقاء بقوة وسجل هدفين مبكرين عبر لاوتارو مارتينيز وهنريك مخيتاريان، مما وضع ضغطا كبيرا على الفريق الكتالوني. لكن برشلونة لم يستسلم ورد بثلاثية رائعة عن طريق إريك غارسيا، داني أولمو ورافينيا ليقلب الطاولة مؤقتا ويتقدم بنتيجة 3-2. وفي اللحظات الأخيرة وتحديدا في الوقت بدل الضائع تمكن فرانشيسكو أتشيربي من تسجيل هدف التعادل، مما دفع المباراة إلى الأشواط الإضافية. في الدقيقة 115 كتب دافيدي فراتيسي نهاية الحكاية عندما استغل عرضية متقنة وسجل هدف الفوز الحاسم، مؤهلا إنتر للنهائي. برشلونة قدم أداء هجوميا رائعا، خاصة من النجم الشاب لامين يامال صاحب 17 عاما الذي أبهر الجميع بمهاراته وثقته العالية. لكن الأخطاء الدفاعية كانت العامل الحاسم في خروج الفريق من البطولة. هدف التأهل جاء من هجمة مرتدة منظمة، حيث استغل إنتر تراجع تركيز برشلونة في الدقائق الأخيرة. فراتيسي تمركز بشكل ممتاز ونجح في إنهاء الكرة في الشباك رغم الضغط الكبير. سيموني إنزاغي مدرب إنتر قال بعد اللقاء: سيموني إنزاغي، لقد تغلبنا على بايرن ميونخ ثم برشلونة، هذا إنجاز لا يصدق، فخور بكل لاعب في فريقي ولن أستبدل أي منهم. أما هانز فليك مدرب برشلونة فقال هانز فليك: رغم الألم أنا فخور بما قدمه اللاعبون وخاصة لامين يامال الذي يعتبره موهبة لا تظهر إلا كل 15 عاما. بهذا الانتصار الدرامي يحجز إنتر ميلان مقعده في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025، حيث ينتظر الفائز من مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال في نهائي سيقام على ملعب أليانز أرينا يوم 7 مايو.